هذا الوالد؟ قال لي والله هذا الوالد. والله ما شاء الله الوالد الجميل ما نلوم أن يكون أولاده جميلين مثله. انبسط وكيف، أشكرك، ما عليك زود، الله يسلمك. ثم قلت الوالد موجود ولا متوفى؟ قال لا والله متوفي من 4 سنوات. فتقول عسى الله يغفر له ويرحمه ويجعله في عليين، وجزاك الله خير أنك لا تنساه، أنا أتوقع أنك يعني علقت صورته حتى ما تنساه. قال لي والله أني ما أريد أني أنساه. فتقول أنت يا ليت كل الأبناء مثلك، ما شاء الله عليك، ما نسيت والدك. بعض الناس يدفن أباه في الضحى وينساه بعد الظهر، ما شاء الله عليك أنت لا تزال تذكر أباك. هذا كله اسم التهيئة لأجل أن تقدم له النصيحة بعد ذلك. ثم تقول له لكن مع محبتك له وبرك به لا يجوز لك أن تعلق صورته. ترى من علامات برك بأبيك ألا تعلق صورته. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. تجد أنه مباشرة يقوم وينزع هذه الصورة. لكن لو أنك أول ما جلس وضع لك القهوة وقلت هذا الوالد؟ قال نعم. قلت اتق الله لا يجوز أنك تعلق صورته. قال يا أخي أنا أحبه. طيب وإذا حبيته يا أخي تعلق صورته؟ ما يجوز. لا، أنت لما تهيئه لقبول النصيحة يكون هذا أكثر قبولا له. مثل أحيانا تدخل إلى محل، هذا المحل يبيع فيه سجائر مثلا دخان، وتريد أن تقدم النصيحة إلى صاحب المحل. قلت ما شاء الله والله محلكم جميل وديكوراتكم جميلة، حتى التكييف ما شاء الله، بعض المحلات يعني الجو غير جيد وحر، عندكم ما شاء الله اهتمام. أنت لما تقول له الكلام تنفتح نفسه مباشرة. ثم تقول له فيا ليتك أن يعني تتوقف عن بيع الدخان. الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبيعك لهذا الدخان هو نوع من نشر الإثم والعدوان. هذه الطريقة الأولى، تهيئة المنصوح لأجل أن يقبل منك النصيحة. هذا مارسه حتى مع زوجتك، مع أولادك. لما تلاحظ على زوجتك شيئا، تعاملها مع أمك مثلا غير جيد، قلت لها والله يا فلانة يعني ألاحظ ما شاء الله أنك محبوبة بين الجيران وأسلوبك لطيف معهم. فلما تثني عليها وتهيئها وتلين قلبها وتفتح شهيتها، عندها تقول بعد ذلك لكن أيضا يا ليتك تهتمي أكثر بالتعامل مع والدتي والتبسم في وجهها والتلطف في عشرتها ونحو ذلك. هذه القاعدة الأولى، أن تهيئ المنصوح لأجل أن يقبل منك النصيحة. القاعدة الثانية، لا تدقق على كل شيء. بعض الناس يا جماعة في تربيته لأولاده أو أحيانا في تعامله مع الناس لا يرى في الصفحة السوداء، لا يرى في الصفحة البيضاء إلا الأسود. ولو وضعت له طعاما حسنا جميلا لما أثنى على الطعام ولا على نوع البهارات الموضوعة فيه، ولا إنما أول ما تضع الصحن ويأكل يتكلم عن شعرة سقطت في الصحن خطأ. طيب يا أخي الصحن فيه 100 صح وواحد خطأ، نسيت 100 صح وتذكرت هذا الواحد الخطأ. لا تدقق على كل شيء ولا تكن متصيدا للأخطاء عند الناس. بعض الناس كلما صلى معي جمعة وأقبل علي بعد صلاة الجمعة، الناس يقبلون مسلمين وأحيانا مثنين وشاكرين، وفعلا أكون أحيانا تعبت في تحضير الخطبة. من أول ما يأتي أدري أنه ماسك علي شيء، يأتي يسلم علي كيف الحال يا شيخ؟ قل بارك الله فيك. الله قال يا شيخ الشعر الذي قلته في الخطبة وقلت قال الشافعي، ترى ليس من قول الشافعي، هذا قول أبي العتاهية. يا شيخ دقق في الأشعار قبل أن تنسبها إلى أصحابها. طيب يا أخي أبو العتاهية الشافعي في قضية يعني صارت. ثم الخطبة التي لا يمكن يقول والله جزاك الله خير شعر جميل ولطيف، واضح أنك تعبان عليه يا شيخ ولكن هو لكذا وكذا. لا، يدقق. الجمعة التي بعدها أقبل إليه كيف الحال يا شيخ؟ طيب يا شيخ بالنسبة لهذا الحديث ترى ضعفه الإمام العراقي. قلت إيه لكن صححه ابن حجر وابن معين. قال يعني ابن حجر وابن معين ليس مثل العراقي. يا ليتك ما تستدل ويعمل لي قضية. طيب يا أخي أنا أرى أنه صحيح بناء على دراستي لإسناده. لا تدقق حتى مع زوجتك وأولادك يا جماعة. حتى في تربية الأولاد مع الأسف بعض الآباء يدقق على كل صغيرة وكبيرة عند الولد، إلى درجة أن كلما جلس مع الولد صار مجلس تحقيق، وكلما ساق السيارة ولده معه بدأ يقول أنت قبل أسبوع تذكر لما قلت لي برجع الساعة 11، لماذا رجعت الساعة 11 وربع؟ تذكر أنت قبل 3 أسابيع لما اشتريت لك غترة جديدة كنت تقول لي ما عندي غترة، أنا لما بحثت وجدت في غترة في الدرج الفلاني الذي. يا أخي لا تعمل قضية،
دائما الذي يدقق على الأشياء يكون ثقيلا على الناس. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه من؟ المتغابي، اللي يمشي الأشياء ما يدقق. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا في الضحى. قالت: فلما دخل علينا في الضحى قال: هل عندكم طعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم جائع يريد طعاما، قال: عندكم طعام؟ قالت: ما عندنا طعام، ما في طعام. يعني أنا كنت أود أن في طعام لكن ما في طعام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب لماذا لم تستيقظي مبكرة وتحضر لنا طعاما؟ ما الذي جعلك تنامين إلى الضحى؟ ليش ما أخبرتيني حتى أنا أدبر نفسي من واحد من الصحابة؟ لا، ما دقق المسألة. طعام، أعمل قضية عليه. قال: عندكم طعام؟ قالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني إذا صائم، أصوم إلى المغرب، أدقق وأعمل قضية عشان طعام تأخر وتقدم. ليش أحرق أعصابي ويضرب معي عرق في رأسي ولا في قلبي ويصاب بجلطة بسبب طعام تأخر ولا بكر؟ بعض الناس ترى يعني يرفع ضغط نفسه بنفسه ويعمل قضايا، وكل صغيرة وكبيرة يعمل منها خصومة. يا أخي لا تعذب نفسك، لا تقتل نفسك، هكذا الدنيا، لا تدقق على كل شيء. في سنن البيهقي لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، دخل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم هانئ. تقول أم هانئ: فلما دخل علينا عرفت في وجهه الجوع، واضح أنه تعبان وجايع. قالت: فقال صلى الله عليه وسلم: عندكم طعام؟ في طعام؟ قلنا: يا رسول الله نعم في طعام. طيب ماذا أحضروا له؟ يا ليتهم أحضروا له يعني رزا مثلا أو خبزا ومرقا ولحما، شيء يبرد القلب يعني. تقول: فأحضرنا له كسر خبز يابسة. تخيل واحد جايع جوعا شديدا ويحضرون له كسر خبز يبدأ يأكلها ويبلع. فلما أحضروها قال صلى الله عليه وسلم: هل عندكم إدام؟ في إدام، لبن أو حليب أو مرق، شيء أو سمن يعني نرطب به نحلي به الأكل، جبن، أي شيء، عندكم إدام؟ قالت: ما عندنا إلا الخل. الخل يا جماعة تعرفون الخل، يعني حامض شديد الحموضة. الذين يشوون اللحم في المطاعم إذا قطع اللحم لأجل أن يشويه ينقعه في خل حتى يستوي بسرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآهم فرحين بالخل، ما قال: خل، الله لا يفقرنا، خل وفرحانة بهالخل، أنا أبغى إدام لبن ولا مرق. قال: هاتوا جيبوا الخل. فأحضروا له الخل ووضعوه بين يديه، فجعل صلوات ربي وسلامه عليه يأخذ من الخبز ويضع في الخل ويأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. مشيها يعني، دقق على الخل ومرق وحليب، نعم الإدام الخل. واحد قال لزوجته: أحضري لي ماء، أو أنت دخلت عند واحد من زملائك قلت له: بالله أعطني كاس ماء، فذهب وضرب مشوار إلى المطبخ وأحضر لك ماء فأعطاك إياه فشربته. بعد ما شربته أنت تحس أنه غير بارد، وضعت الكاس قلت: يا أخي الماء عندكم حار. طيب ما هي الفائدة من هالكلمة؟ ما هي الفائدة من هالكلمة؟ هل ستخرج الماء مرة ثانية من بطنك وتضعه في الكاس ويذهب يضعه في الثلاجة؟ خلاص انتهى الموضوع، شربت الماء. لماذا تعمل لك قضية؟ أو مثلا صب لك قهوة وشربت لك فنجالين ثلاثة، بعدين قلت فنجالكم مكسور وأعطيته إياه. أحد سألك عن فنجالنا يا أخي؟ يا أخي لا تدقق على كل شيء. بعض الناس يرفع ضغطك بشدة تدقيقه في مثل هذه الأمور. دائما تذكر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه من؟ المتغابي، اللي يمشي الأمور. نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ومشت الأمور وأكل وشبع عليه الصلاة والسلام. في يوم ثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من معركة تبوك. أثناء رجوعه صلى الله عليه وسلم معركة تبوك، واحد من الصحابة يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ببعيره وجعل يمشي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني يقطعون قرابة 1000 كيلو ما بين تبوك والمدينة، وتعب شديد وإرهاق شديد.
فالصحابي أن تعلم أن الرحل يوضع فوق الدابة، ويكون الرحل من خشب، وأحيانا يكون الرحل له أعواد، يعني قطع خشب يمين ويسار، حتى الراكب يضع رجله فوقها فتكون الأعواد طالعة يمين ويسار. فالصحابي على بعيره والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ويمشيان، فأحيانا الصحابي يغفو فأثناء ركوبه على البعير فيقترب بعيره من ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يستيقظ الصحابي ويبعد البعير مباشرة، لأنه يخشى أن العود الذي خارج من الرحل أن يضرب ساق النبي صلى الله عليه وسلم. صعب، تخيل واحد ساقه مرخي على البعير ويأتي إنسان ويضربه بلوح، بلا شك أنه مؤلم. يقول فغفوت واستيقظت فإذا هو قريب،